ونرجع بعد كده ونقول الحقونا وانقذونا. طب ما احنا اللي سايبين الدنيا سايبه وعايزين نبقى دولة محترمة. طب ازاي؟ يعني لما يجي طفل عنده 15 سنة واسمه شهاب، انا اسمي شهاب من عند الجمعية. اسمه شهاب ومن عند الجمعية وبيشتغل على توك توك ومن غير رخصة ومن غير تأهيل ومن غير عقل اصلا، وتقول لي عليه عيل وغلط؟ يعني 15 سنة ده قول غلط في الابتدائي مثلا، كتب اسم المدرسة غلط، سرق كيس اندومي من زميلته، فرقع كيس شيبسي بصوت عالي في الحصة، مش خبطت عربية ولا رفعت مفك في وش دكتور كان بيصورني. شهاب اللي كان سايق التوك توك كان ممكن يخبط عيل صغير، كان ممكن يخبط واحدة ست، وكان ممكن يتسبب في حادثة كبيرة. ساعتها ايه اللي هيحصل بقى؟ هتقولوا ده كان نفسه يطلع طيار؟ انا اسمي شهاب من عند الجمعية. يا عم ان شاء الله كان نفسه يطلع باتمان، بس هو حاليا بلطجي مصغر، والمفك اللي شايله ده مش مفك صيانة، ده مفك بلطجة. اصله مش ماسك المفك وقاعد بيصلح في امان الله، ده عيل. انا اسمي شهاب من عند الجمعية. يعني لو كان مسك المفك ده وزحلق بيه عين الدكتور هنفضل برضه نقول عيل وغلط؟ طب ما نكلم بقى كل البلطجيه ونرجعهم بقى 15 سنه تاني، ايوه عشان نسامحهم. لا وكلكم والناس اللي زعلانه ان الدكتور راكب بي ام دبليو ده كوم تاني، يعني يركب فيات 128 مثلا عشان تتعاطفوا معاه، ولا نعمل ايه؟ ولا يركب توك توك ويمسك مفك هو كمان انا اسمي شهاب من عند الجمعية. انا مش فاهم في ايه. هل بقى الدكتور غلط لما خاف على نفسه من شهاب ابو شخره اللي مناخيره سحبه اكسجين البلد كله وساكن في انا اسمي شهاب من عند الجمعية. كده الراجل غلط يعني مثلا؟ لا يا باشا، شهاب غلط. شهاب مش عاجبني يا ام شهاب ولا عاجب باباه، لا ده كمان عاجب باباه، ده قال لك كان نفسه يطلع طيار، وعاجب خاله قال لك ده كان عايز يطلع مهندس، وعاجب عمته كان نفسها يطلع محامي. فشهاب غلط ولازم يتحاسب، لازم يتأهل، لازم الدولة تاخده على جنب وتقول له انت مش باتمان، انت محتاج تربية وتأهيل يا عسل يا سكر. بس تعالوا هنا، صح هو انتوا زعلانين على الناس اللي بتدافع عن شهاب؟ طب خد عندك بقى، البلد لو عملت ازالة لناس مخالفة القانون، ازالة للناس اللي بتبيع في الشوارع دي وفرشه، تلاقي بقى الشعب الطيب اللي نفسه في العداله وان البلد تنضف يجري ينبه اللي عندهم فرشه، ومش بعيد كمان يقعد يلم معاهم في الفرشه ويجري معاهم، ويلا هات الكرتونه يا زيزو البوليس جاي، ويجروا. طب ما انت لسه كنت بتتخانق معاه على الرصيف من 5 دقايق عشان تركن عربيتك، وشتموك وما فتحتش بقك. اصل احنا كده بنحب النداله بالمدعكه يا معلم. لسه وخد دي كمان، فاكر وقت الارهاب ايام حسني مبارك كان في ناس بتخبي الناس الخارجين عن القانون اللي هم بتوع الارهاب دول في بيوتهم، يعني واحد قاتل فجارة، لا والناس تستقبله في بيوتها، اتفضل يا حاج ده احنا زرنا النبي، نورت الدار يا اخويا. يعني بيتهيألي في وقتها لو كان بلطج على بنتهم كان هيقول لك وماله يا اخويا، ابننا اتربى معانا في الدار. وبعد ده كله انت مستغرب ليه شهاب بقى نجم وبلطجي؟ فنشوف له مبرر بقى، ما احنا كده شعب بيحب يبرر لاي حد بيحارب القانون. فطالما شكله بقى غلبان ونفسه يطلع طيار وخاله نفسه يطلع مهندس، فالبلد دي مش هتنضف طول ما احنا بنضحك على بعض. العيب مش في شهاب، العيب في اللي بيطبل له، العيب في اللي بيقول عيل وغلط. لا يا باشا هو عيل بس غلط ومش مفروض نعديها له. فكفايه بقى هري وكفايه بقى تبرير للغلط. ولا انتوا كده بتحبوا خالف تعرف مع الدوله؟ يعني لو الدوله كانت سابته سايبينه ليه؟ حرام عليكم ده خارج عن القانون. لو الدوله بتعاقبه يقول لك ده عيل صغير. المهم نبقى معاكسين للقانون. واللي بيزعل من الكلام ده بقى خلاص ده يعيش في دوله المميز اللي هم بتوع يا ضنايا يا ابني ده عيل صغير، ما يعيش معانا في دوله قانون. فانت لسانك مش هينطق كلمه الحق الا لما يجي واحد زي شاب ده ويعمل حاجه في بنتك، ولا يعور ابنك، ولا يخبط لك عربيتك. ساعتها كنت هتتمنى من ربنا وتقول يا رب يعملوا السجن ابتداء من 3 سنين. ما هو زغراتي بقى يا اللي ما انتش غرمانه. في النهايه كل الشكر والتحيه لوزاره الداخليه اللي بتستجيب للبلاغات في اسرع وقت، وزي البرق بيكونوا قابضين على الخارجين عن القانون، وبيجي بنفس لبسه اللي اتصور بيه. يا عيني ما لحقش يغير، يعني اطلب تجاب، عشان احنا ببلد قانون، بلد نظام، بلد عدل، احنا في مصر. واللي مش عاجبه يا رب ابنه يبقى زي شهاب. انا اسمي شهاب من عند الجمعية. بقى يا ابني من عند الجمعيه اكرمه كده يبقى طيار ولا مهندس كده، وعلى طول يبقى ماشي في جيبه المفك. لا مش عشان حاجه، عشان يهرش في مناخيره من جوه، هو بيحب يقور بالمفك. مش كده يا شاب؟ انا اسمي شهاب من عند الجمعية. شيروها له.